شبعان فلوس، شبعان كل حاجه، مش متعود ان انت تبقى خايف وقلقان. بن ادوارد التجربه فاشله بالكامل. بيراميدز الجامد جدا والناس عندها حق ان تزعل. التاريخ ما بين الاهلي والزمالك مش هينزل يجيبها جون، مش هينزل هو يجيبها جون. نزول ده مثلا مدفوع فيه $1 تريليون. وهو ما يعرفش اللعيبه. مال الجمهور مش واقعي مع نفسه. الوحيد اللي بيحرك لك الكره لقدام بقى الاهلي ابو 5 كل الناس اتجننت منه. مش هقول لك قدام فرنسا ولا قدام انجلترا، لو نعمل ايه في بطوله قدامك كل الاختيارات المتاحه بيلعب فين؟ احنا ملوك القرن، ما عندوش فكره. معاكم اخوكم محمد الشهاوي في بودكاست كرة كاست، الحلقه الثانيه ان شاء الله، وان شاء الله نعمل حاجه تعجبكم كده باذن الله. ومعايا حبيبي تامر الخولي. الله ماتش السوبر، الله يبارك فيك. لكن خلينا ندخل في الموضوع على طول يا محمد. تمام. انت شفت الماتش ازاي؟ انا كنت شايف ان الماتش بتاع السوبر المصري ده من اهم الماتشات في التاريخ ما بين الاهلي والزمالك، خاص بالحقبه الزمنيه ديت، لان يعني الكسبان مولود واللي خسران مفقود. الاداره بتاعت الاهلي كانت تحت ضغط رهيب جدا، كان لازم ان الاداره يبقى في عهد المدرب الجديد بدا ببطوله كبيره على حساب نادي كبير زي نادي الزمالك. في نفس الوقت من الناحيه الثانيه ان الزمالك كان لازما باي طريقه كان عايز يكسب الماتش ده. الزمالك لو انت تفتكر كان يعني على شفا الانهيار قبل ماتش السوبر الافريقي اللي الزمالك كسبه. الماتش ده ادى شرعيه لمجلس الاداره ان يقعد سنتين لحد دلوقتي. مزبوط. لو كان خسر الماتش ده كان ممكن بكل بساطه المجلس بتاع الكابتن حسين لبيب كان ممكن يواجه خطر اللي هو الاقاله او الاستقاله او ايا كان. الاهلي اداله قبله الحياه. المره دي الموضوع مختلف خالص. اكيد انت شفت ان في ناس كتير بتتكلم ان عايزين مجلس الاداره يمشي، ناس كتير هاجت على الفرقه بمعنى الكلمه، لان كانوا متوسمين ان الاداء اللي حصل من 45 يوم لما الاهلي كسب ما يكررش تاني وان الزمالك يكسب الماتش ده. وناس كتير كانت بتتكلم ان الزمالك عنده فرصه احسن بعد ما كسب بيراميدز وان اداء الاهلي كان مهزوز. الماتش ده مسح الكلام ده كله، ادى شرعيه لتروب. لو انت تاخد بالك ان فايلر اول بطوله ليه مع الاهلي كانت السوبر المصري على حساب الزمالك، وفايلر لحد دلوقتي الجماهير مش ناسياه. كولر لما بدا اول ماتش كان لكولر كان السوبر على حساب الزمالك برضه، ومن بعدها كولر كسب 2 افريقيا مع الاهلي. نتمنى ان شاء الله ان يكون زي ما كان وشه حلو السوبر على فايلر وكولر يكون وشه حلو على تروب، وتكون بطوله افريقيا معاه باذن الله ان شاء الله. دلوقتي انا قلت ان تروب وشه حلو عليه السوبر ده، انت شايف ياس تروب بتقيمه ازاي؟ والله يا محمد انا شايف ان يسرب من ماتش المصري رغم ان احنا تعادلنا تمام، لكن كان في افكار باينه. الراجل ده انا شايف ان هو جاي يشتغل مش جاي ياكل عيش. الراجل ده من ماتش المصري احنا تعادلنا فيه لكن قدم افكار. قصدك ان هو جاي يضيف للاهلي؟ بالظبط. تمام. هو جاي يشتغل فعلا، ده شغله. تمام، كلمه حلوه. تمام. طيب يسرب هو استلم الفرقه، خلينا منصفين، استلم الفرقه مش فرقه، استلم فرقه اللعيبه فيها يمكن تكون شايله المسؤوليه شويه، فاللعيبه بتجري في كل حته في الملعب وبيحاولوا ان هم يثبتوا ان هم موجودين، لكن ده غلط. فبالتالي كنت تلاقي مشاكل كتير في خط الوسط، تلاقي مشاكل كتير في الدفاع. يسرب عمل ايه؟ من اول ماتش المصري عمل سيستم، وده شيء مميز وبان في ماتش المصري وبان كمان في ماتش السوبر. يعني قصدك ان كان في عشوائيه في اداء الاهلي قبل ما تروب يجي؟ ده حقيقي. لو انت فاكر قبل كده انا قلت لك ان كان عندك 6 وينجات مش عارفين نلعب مين مكان مين ومين اللي بيلعب فين. كلام سليم. كلام سليم. الكلام ده قبل كده المره اللي فاتت. المره دي ياسروب عمل سيستم، والسيستم ده اهم حاجه في الفرقه في النجاح والنجاح. تمام. طيب ياسروب عمل ايه؟ افكار بسيطه جدا لكن خلت شكل النادي الاهلي اذا كان في ماتش المصري او في ماتش السوبر. اولا هو زود خط الدفاع شويه، لو انت ملاحظ بدا يلعب كومباكت. الدفاع بقى قريب من خط الوسط، بقى قريب من صح. الهجوم. هو قبل كده الاهلي كان 3 خطوط منفصلين عن بعض، بعيد عن بعض جدا. طيب ايه الميزه في ان انا اعمل الفرقه كومباكت؟ اولا لما الكره بتضيع انت بترجعها بسهوله، استرجاع زاد فالاستخلاص زاد. تمام. تاني حاجه ما بقتش مجبر ان انت تلعب الكرات الطوليه، فبقيت بتلعب شورت باص على الارض. صح. فبالتالي الاستحواذ عندك زاد، يبقى انت زودت الاستخلاص وزودت الاستحواذ، بقيت تعرف توصل للجول. بالظبط. دي النقطه الثالثه كمان اللي هو عملها، زود عدد التمريرات في الثلث الاخير. لو انت شفت ماتش المصري وشفت ماتش السوبر، كور والباصات في الثلث الاخير زاد، فبالتالي بقت فعاليتك اكتر. النتيجه وما تجيش ده يا محمد ده حاجه بتاعت ربنا. هو مش هينزل يجيبها جون، مش هينزل هو يجيبها جون. لكن من ماتش المصري انت الكوره بتاعت زيزو اللي جات جون، زيزو بن شرقي، انت تعرف انه عملها كام مره في ماتش المصري؟
لكن ما كانش فيه توفيق، بس عملها. انا هقول لك احصائيه عن الماتش المصري. الاهلي لاول مره في الموسم يعمل 6 فرص محققه للتهديف بنسبه 100% ويضيعوا منهم البلانتي حتى. هو مش هينزل يشوط البلانتي. يعني انا شايف مثلا تعقيبا على كلامك جوارديولا كانوا بيسالوه بيقولوا له دلوقتي هو انت مشكله التهديف كان في موسم ليه مع السيتي؟ قال لهم انا وظيفتي اني بوصل اللعيب لحد منطقه الجزاء بتاعه الخصم وبيبقى قدامه حارس المرمى، انا مش هنزل اجيبها جول. صح ده كلام مظبوط. ويستروب انا بقول ان هو مدرب كويس، وبقول ان هو عنده فكره يطبقها، وطالما انت عندك مشروع عايز تبنيه فاحنا معاك. وانا شايف ده من اول ماتشين، مش هقول لك ان احنا استنينا على الراجل 6 شهور، لا ده هم ماتشين بين افكاره، بان بصمته تمام. اللعب كومباكت، كور طويله والشعلقه في الهوا ديت ما عادش بيعملها الا في اضيق الحدود. تمام. عمل حاجه جميله جدا احنا كنا اتكلمنا فيها، انه لعب بزيزو بوكس بوكس، وده انا شايفه افضل مكان لزيزو انه يلعب بوكس تو بوكس مش يلعب وينج. لو انت فاكر ماتش السوبر، انا بحب انه يلعب وينج الصراحه، احنا اختلفنا في النقطه دي المره اللي فاتت، لكن زيزو في ماتش السوبر كان بيلعب بوكس تو بوكس، واشرف بن شرقي هو اللي بيلعب على اليمين وتريزيجيه على الشمال. زيزو في المكان ده يستروب بيقول لك الراجل ده بيلعب هنا اخطر، ودي حقيقه. تمام. من ضمن الافكار اللي هو بدا يعملها. هو بانت لما ضم زيزو فترات على محمد هاني كان بيامن معاه الواجب الدفاعي، وكمان لما كانت الكوره بتبقى مع الاهلي ويعمل هجمه، بدليل ان الجون جه منها بطريقه عبقريه الصراحه بتاع اشرف بن شرقي. صحيح ده. وهو اعتمد هنا على حته اللامركزيه ما بين زيزو واشرف بن شرقي، ويمكن هم عشان فاهمين بعض كويس قوي. زيزو لما بينزل اشرف بن شرقي بيخش مكانه والعكس بيحصل. تمام. فاللامركزيه دي انا عايز اقول لك ان يمكن 90% من ماتش السوبر كان بيتلعب في الوينج اليمين بتاع الاهلي، يمين الاهلي، مش ناحيه تريزيجيه، كان بيلعب كله ناحيه زيزو وبن شرقي، محمد هاني بيساعد معاهم. انا عايز اقول لك ان كان في حاجه بتتكرر كتير، ان لما بن شرقي بينزل وزيزو بينزل يستلم المكان ده مبقاش فاضي. مين اللي بيزيد فيه؟ طلع فيه ديانج مره، طلع فيه مروان عطيه مره. صح. الراجل عنده فكره، وانا بحترم المدرب اللي عنده فكره حتى لو انت مش هتطبقها بنسبه 100% مستحيل. تمام. بس بتبدا. واضح ان انت مراهن على نجاحه الموسم ده ان شاء الله. جدا. انا شفت ماتشين يا محمد، والماتشين بيقولوا لي ان الراجل ده عنده بلان ماشي عليها. تمام. ده في حد ذاته هيقول لي ان الراجل ده هينجح المره الجايه، وهينجح وهيكمل وهيعمل اضافه للاهلي بدل اللي احنا كنا شايفينه من فتره. كلام سليم. انا بقى شايف ده واحد من مكاسب الاهلي من السوبر، اللي انت كسبته مدرب تعرف تبني عليه استراتيجيه يعني قادم المواعيد ان شاء الله. الاهلي ذات نفسه كسب حاجه، رجوع الثقه للفريق. مزبوط. المدرب خد احساس بالفخر والنصر بعد ما كسب اول بطوله ليه مع الاهلي. اللعيبه جوه الاهلي قد فقدت الثقه في نفسها، منها اشرف بن شرقي الناس كلها كانت بتهاجمه، احنا ذات نفسنا وجينا له اللوم والعتاب. انا قلت ان هو بطيء وتقيل، وقلت الكلام ده صح. كلام مظبوط. زيزو الناس كانت كلها بتقول لك ده زيزو، يعني محسسين ان زيزو ده مثلا مدفوع فيه $1 تريليون، وكانوا بداوا يختلوا معنويا اللعيبه في الماتش ده ردت على كل الكلام ده. زيزو اول فوز ليه ببطوله مع الاهلي وعلى حساب الزمالك كان سبب رئيسي في المكسب. هو اللي عمل الصروف بتاع الجون الاولاني، وكان متالق جدا، ومن ثقه المدرب فيه سابه هو من الاضلاع الهجوميه كمل الماتش كله. عندك لعيبه ذات نفسها بانت بشكل كويس، منها تريزيجيه كان الاهلي محتاج ان هو يلاقي منه مردود كويس زي ده. الاهلي بس ناقصه حاجه، حته المهاجم. هل المهاجم، انا عايز اسالك السؤال ده، هيبرز شغل يستروب اكتر واكتر؟ بنسبه كبيره، لان يستروب انا قلت لك ان هو راجل بيلعب على فكره. تمام. وعلى يستروب مش بيحط افكاره على الفرقه، بالعكس انا بشوف القماشه اللي معايا ايه وبطوعها لفكرتي. عمل كده احسن النتائج من الادوات اللي معاه، بالادوات اللي معاه. فانت دلوقتي ما عندكش مهاجم، فهو مش حاطط خطه ان انا هلعب على الوينجين وهرفع على المهاجم يبقى راجل. معلش انا اسف، لا ما عندوش منتاليتي ان هو شايف، لا هو شايف انا ما عنديش مهاجم فهلعب على الادوات اللي معايا والقماشه اللي معايا. كلام مظبوط. طب لو في مهاجم هيعمل خطه واثنين وثلاثه، خطه بتعتمد على المهاجم، خطه بتعتمد على اللامركزيه اللي ما بين الوينجين، خطه بتعتمد على الاختراق من العمق. الراجل ده عنده افكار، الراجل ده في فتره قريبه هيبان يستروب مع الاهلي عامل يعني انت بتتكلم دلوقتي ان فوز الاهلي بالسوبر حاجه كبطوله تضاف للنادي، لكن المكسب الاكتر للاهلي المدرب ذات نفسه. بالظبط. وفي نقطه كمان هي ازمه الثقه اللي كانت ما بين الاهلي وجماهيره. الماتش ده يمكن بدا يبعد شويه عن موضوع ان يبقى في ازمه ثقه. احنا كنا بندخل الماتش يا محمد قدام، مع احترامي لكل الفرق اللي قدام الاسماعيلي ولا الجونه ولا ولديه المحله الغزل المحله، انت مش عارف تكسب ولا تخسر. تمام. فازمه الثقه بدات تقل. احنا كان عندنا ازمه ثقه وانت عارف ده كويس. كلام تلعب الماتش مش عارف تكسب ولا تخسر، رغم ان احنا كجماهير النادي الاهلي اتربينا على حاجه ان انت لازم تكسب. بلس 90 انت بتكسب. صح. انت بتدخل اي بطوله يا محمد، انت مش تقول انا هعمل ايه في البطوله، لا انا داخل البطوله انافس واكسب.
مش لمجرد هو المنافسه. كلامك سليم، واضيف لكلامك بقى تامر حاجه، ان لعيبه الاهلي زمان كان فيها ميزه ان اللعيب نازل جعان بطولات وجعان لعب. اللعيبه ديت وصلت لنا احساس ان هو شبعان مكسب، شبعان بطولات، شبعان، دي من وجهه نظري الصراحه وانا مسؤول عن كلامي، شبعان فلوس، شبعان كل حاجه، فبيرمي على اللي معاه. يعني مثلا بن شرقي كان قبل كده ممكن مع ريبيرو يقول لك ايه، طب انا العب ليه؟ ما هو زيزو موجود، وزيزو يقول لك العب ليه؟ ما هو تريزيجيه موجود، وكل واحد يعمل. المدرب انا حاسس ان هو لمس الحته ديت، والاداء كان معاه متصاعد، وبان في اخر ماتشين، ماتش المصري وماتش الزمالك. بتاع الزمالك، ان مفيش مكان مضمون. بدليل لو انت خدت بالك من حاجه، محمد بن رمضان قعد. ده كلام مظبوط. هو ما عندوش خيار وفقود زي ما بيقولوا، هو ما يعرفش اللعيبه. انا بشوفك في الملعب وبشوف انت هتعمل ايه. كلام مظبوط، بس كلام مظبوط. فبالتالي الراجل ده يمكن رجع شويه ثقتنا احنا كمشاهدين ومشجعين في النادي. انت بقيت دلوقتي يمكن لو اتكلمنا من شهر فات، لا انت خايف تلاعب فرق في الدوري المصري. الصراحه ماتش الزمالك بالرغم من فرق السكواد، بعيدا بقى عن ان هو ديربي والكلام ده، انت داخل الماتش بتقول بختك يا ابو بخيت، والكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده. خايف وقلقان واحنا ما تعودناش على ده من الاهلي. صح، للاسف يا محمد. مزبوط. احنا طول عمرنا، انا بشجع الاهلي من سنين، الواحد كان عنده 6-7 سنين. صح. لا انت مش متعود ان انت تبقى خايف وقلقان. صح. لا انا اقدر المنافس، بس انا احترم واثق، المنافس، ما بقاش خايف منه. احترم وابقى واثق من فرقتي. انا هرجع حتى لو دخل فيها جول، انا هرجع وهكسب. مش ليله ماتش بيراميدز بقول لك الاهلي هيخسر. صحيح. وصلونا فعلا للاحساس ده. فاكر لما قلت لك احتمال ما يبقاش لا الاهلي ولا الزمالك في النهائي. صح. عدم الثقه. صح. لكن مع يستروب، مع اللي هيعمله الفتره اللي جايه دي، انا شايف ان الثقه هترجع تاني للجماهير. وخد بالك الثقه لما بتبقى في الجماهير وفي المدرجات بتترد على اللعيبه. كلام مظبوط، كلام سليم. جمهور الاهلي بعد توفيق ربنا ده اللاعب رقم 1 في الاهلي، ومن اهم اسباب فوز الاهلي. الجمهور كان محمد بركات كان بيتكلم في فتره الجيل الذهبي، بيقول احنا كنا بنستمد قوته، مع ان دول اساطير الكوره بجد. بيقول احنا كنا بنستمد قوتنا من الجمهور، نبقى قاعدين مثلا خسرانين والجمهور عنده ثقه اللي احنا هنجيب جونين في اخر 5 دقايق، وقال ده فعلا كان بينعكس علينا، وكنا بنجيب الجونين والثلاثه كمان وبنكسب. صحيح. اللعيبه ديت مشكلتها ان هي عملت حاجز نفسي ما بينها وما بين الجمهور، وخلى الجمهور يقلق، والقلق بقى يعني بالرغم من ان هم تكاسلهم كمان بقى بيتصدر لهم قلق من الجمهور. الامور ديت كلها انا شايف الصراحه ان ياسر رب هيبدا يشيلها ويعالجها ان شاء الله. اخر سؤال بس بخصوص ياسر رب، مين المهاجم من وجهه نظرك اللي ينفع مع اسلوب المدرب ده؟ والله يعني احنا اتكلمنا في موضوع المهاجم ده المره اللي فاتت، لان في كلام كتير اتقال عن اخر بودكاست عملناه. يعني الناس قالت ايه. طيب انا عايز اعرف الناس كانت شايفه ايه. هل ان انا هجيب مهاجم اجنبي؟ انا مع الفكره دي. تمام. يعني انا دايما مع فكره المهاجم الاجنبي. تمام. انا المركز الوحيد اللي تقول لي مصري ولا اجنبي، اقول لك اجنبي، واجنبي 9. انا بقى ازود بقى على حاجه، انا شايف ان انسب مهاجم للاهلي كمان مهاجم افريقي. الكلام كان طالع على مهاجم افريقي، وبعد كده قالوا اسد الحملاوي، او اسد الحملاوي كان من قبلها. ظهر جديد مهاجم من امريكا الجنوبيه. ستايل اللعب كل واحد منهم بيختلف. يعني مثلا الافارقه معروف ان هو مهاجم صندوق كلاسيكي. بتوع امريكا الجنوبيه نظامهم متحرر شويه، بيقعد يتحرك ما بين على حدود منطقه الجزاء. واسعد الحملاوي نفس نظام وسام ابو علي اللي هو متحرر جمع ما بين ده وده. مين اللي يمشي مع المدرب ده؟ والله هي دي اللي هيقولها واللي هيحكم هو يستروب نفسه. احنا ما شفناش يستروب مع مهاجم اصلا. تتوقع بس يمشي مع النظام. انا اللي شايفه المناسب للاهلي والخطه الاهلي ان انا عايز مهاجم صندوق. انا مش عايز واحد يطلع بره الصندوق. وجهه نظر سليمه. انا عندي وينجات اعمل اللي انت عايزه، اقوياء جدا يعرفوا يزيدوا من ورا المهاجم. صح. واللي بيلعب هنا بيلعب هنا، واللي بيلعب هنا صح. بيلعب هنا. صح. بس انا عايز واحد جوه ال 18 يخلص. صح. انا عايز راجل يكون الاكيورسي بتاعته على الجون عاليه. احنا عايزين حاجه زي فلافيو كده، نفس النظام. مثلا حد مهاجم افريقي بقى او اوروبي ايا كان، لكن يكون راجل مهاجم 9 صريح، ما يطلعش بره الصندوق. صريح. ده هيفرق كتير مع شايف ان جراديشار ومحمد شريف ده خلاص شكرا على انا قلت لك قبل كده صح. وما زلت عند رايي ان جراديشار شكرا، ومحمد شريف لو قدامه فرصه كمان في الخليج او غيره وانا اتفق معاك في وجهه النظر دي. انا عايز قبل ما اقفل موضوع السوبر بس يا محمد، هنتكلم شويه دقيقه على الزمالك. قول لي انت شفت مشاكل الزمالك في ماتش السوبر ايه؟ انا شفت الصراحه ان الزمالك فيه نقطه ضعف تاريخيه ومش هيتعالج منها، خوف في الجهاز الفني بتاعه من الجماهير. الزمالك لعب اول ماتش قدام بيراميدز باحسن تشكيل ممكن في الظروف المتاحه يلعب بيه. كان خط الوسط بتاعه ربيع وشحاته وناصر ماهر. لو كان لعب، وانا اهلاوي ومش باخد لقطه والله او حاجه، لو كان لعب بخط الوسط ده قدام الاهلي من بدايه الماتش لكان هيوجع الاهلي جامد، وكان هيبقى واقف ند قوي للاهلي. لكن لازما عبد الله السعيد عشان نقول
له ده بوده اللي جبناه من الاهلي ويعلم على الاهلي ورجعنا لشغل حوريني يا كيكه بتاع الزمالك وغير الكلام ده كله. وسبحان الله الجون الثاني جه في الاهلي لقطه ايقونيه ومروان عطيه بيديها العواد كده وعبد الله السعيد صورته منوره ورا مروان عطيه. لو كان بيلعب ربيع مثلا او حاجه كان ممكن يبقى مغطي مع مروان عطيه، كان ممكن بكل بساطه الزمالك اداؤه كان يبقى احسن من كده. لكن الزمالك هيتنيه في نفس الطبع. حاجه برضو ان جمهور الزمالك جمهور مش واقعي مع نفسه، بمعنى كويس مثلا لو انت عملت ماتش كويس قدام الاهلي ولو خسرت ما تعملش الكلام ده كله، لان بيبالغ في الافوره قبل الماتش وبيبالغ في الافوره في الزعل بعد الماتش ومش واقف على ارض صلبه عارف امكانيات فريقه. كان طلع احمد اسامه اللي هو المذيع في قناه الاهلي كان جاي في برنامج فقال للزمالك انا من وجهه نظري وانا شايف كلامه منطقي جدا يلعب على حته كويس لو كسب بالمركز الثالث السنه دي وبقى بعد الاهلي وبيراميدز لفرق الامكانيات، وان هو لو كسب الكونفدراليه هيبقى عامل انجاز رهيب ويلعب على كاس مصر. محمود فتح الله بس هو الكلمتين دول قال له ليه واحنا مش نادي قليل واحنا نكسب كل البطولات؟ قال له باماره ايه والمقاييس بتاعتك اللي بتتكلم فيها؟ قال نفس وجهه نظر الزمالك وهو برضه مش واقف على ارض صلبه. عنجهيه بس السؤال هنا يا محمد، هل انت بتحمل اللي حصل في ماتش السوبر ده لاحمد عبد الرؤوف؟ مش احمد عبد الرؤوف بس، انا بحمله لاداره الزمالك ذات نفسها. اللي انت اللي جبت مدرب مؤقت حملته اكبر بس هو غصب عنه، هو لازم يجيب مدرب مؤقت لحد ما يشوف الحل ايه. كلام مظبوط. انا بتكلم ما قبلها، النتائج ما قبلها. خلينا نكون متفقين ان القدره الماديه للاهلي وبيراميدز مختلفه عن الزمالك جدا، فانت ما عندكش رفاهيه اللي انت تغير مدرب زي الاهلي وتدفع له الشرط الجزائي، مش هتعرف تعمل زيه. يبقى لما تيجي تجيب مدرب تجيب مدرب صح من الاول، مش تجيب مدرب واحنا بنصور البودكاست يانيك فيريرا النهارده اعلن لو ما خدش مستحقاته الزمالك كان عامل معاه تسويه، ما ادولوش حاجه. قال لهم هشتكوكم في الفيفا وبكامل العقد. طب انت مدرب زي ده، حتى مدرب زي ده هياخد منك فلوس، ده مدرب انت شهرته ان بس اتقال ان هو كان بيدرب الزمالك. صحيح. بس انا بصراحه شايف ان مشكله ماتش الزمالك كان في بعض اختيارات احمد عبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف راجل محترم جدا، مدرب واعي ومدرب لسه شاب وممكن يجي منه كلام مظبوط. وانا عرفت كمان هو بيدرس وبياخد لايسنس وحاجات زي كده. لكن في حاجات انا استغربتها بصراحه. سيف جعفر لا لعب ماتش بيراميدز ولا لعب الماتش اللي قبليه. طب انت بتلعبه ليه هنا؟ انت لاعب الماتش من غير مركز 6. صح، من غير مركز 6 تماما. صح، طيارات كلهم وخلاص على الفاضي. ناصر ماهر الوحيد اللي بيحرك لك الكره لقدام، حذفت على الوينج. صح. شيكو بنزا اصلا مكانه وينج شمال. صح، انت حذفت وينج يمين. انت عملت حاجات يعني اللي كان عامله في بيراميدز ضيعه قدام الاهلي بالظبط. الناس ممكن تقول لك انت قاصد تعمل كده، محدش يعرف ايه اللي في دماغه، لكن هو بعد تقريبا 36 دقيقه بدا يستوعب. لا انا هنزل ناصر ماهر تاني في نص الملعب، هجيب شيكو بنزا الناحيه دي، لكن عمل غلطه كبيره. وضع عبد الله السعيد هناك. صح، وضع عبد الله السعيد اللي عنده 40 سنه يلعب وينج، خسر وخالص في الوينج وفي وسط الملعب. صح. انا يعني انا كنت بسالك السؤال ده لاني كنت مستني الاجابه ان هي ان نتيجه الماتش يتحملها مع عبد الرؤوف. عندك احمد ربيع لو مش مصاب يلعب على اي حد. صح. ده غير حاجه برضو ان الاهلي كان في كامل تركيزه وكان في الموعد في الماتش ده. ده حقيقي. فاحنا كده اتكلمنا عن السوبر، بس انا عايز اسالك سؤال مطروح للعامه، هو جون ادوارد. عايز اسمع منك كابتن محمد رايك، هل جون ادوارد يمشي ولا يقعد؟ يعني عايز اسمع منك. انا شايف الصراحه ان جون ادوارد التجربه فاشله بالكامل. فكره مدير رياضي دي فكره كويسه بس يكون شخص مؤهل ليها. تجيب مدير رياضي مش عيب، بس تديله النادي في ايده ده غلط. في اوروبا لو انت عايز تعمل زي النظام الاوروبي المتحضر بتبقى المهام يعني بالتساوي ما بين مجلس الاداره وما بين المدير الرياضي. ما بجيبش انا مدير رياضي اطلق ايده في الفريق. معلش، جون ادوارد جاي منين؟ من نادي فاركو. هل فاركو مع كامل الاحترام ليه نادي زي الزمالك بطموحات الزمالك بجماهير الزمالك؟ لا. فانت لما تجيبه ما تسيبوش كده. راح جاب مدرب انت ما تعرفش هو مين وهو اللي اختاره والاداره ما دخلتش معاه. ده حاجه. اللعيبه اللي هو جابها هو نجح في تسويق لعيبه زي مصطفى شلبي وسيد نيمار والكلام ده. كان الزمالك ما كانش يعرف يكسب فلوس زي ما سواه، بس اللي هو عمله باليمين كسره بالشمال اكتر واكتر بتعودات اللعيبه. مظبوط. شيكو بنزا ده لعيب يليق بقيمه الزمالك، ده لعيب سلوكيا، ده طلع من بعد كذا ماتش الزمالك خسران فيه بيشتم الجماهير بتاعت الزمالك والناس عندها حق ان تزعل منه. خوان الفينا لعيب كويس بس الهاله الاعلاميه اللي انت عملتها معاه ما تتلائمش مع مردوده
ويمكن انت حطيت ضغط على شويه وعملت 2000 وعملت عليه ضغط جامد، حطيت لان عليه ضغط. انت صورته ميسي اللي هيبقى ملهم ومنقذ بقى الفريق، نجم الفريق فجاه. ونجم الفريق. الصفقات اللي انت جبتها منها ناس جبتها ما بتلعبش زي ربيع مع انه لعيب كويس. طب انت كان ممكن حتى مثلا لو هو ملوش دور مثلا او حاجه تدعم في مراكز تانية. الزمالك عنده الفرقه بتاعته ما انتش عارف منين بيودي على فين. يعني انا مش عايز حد منهم ياخد الكلام، بس ده فعلا حقيقه. خط الدفاع بتاعك اسوأ خط دفاع. انا شايف ان هو كان لازم يجيب مساكين اكتر. محمد اسماعيل مدافع متميز جدا، بس انت عايز معاه الباكات بتاعته ما عندوش باكات، ما عندوش باكات. خط الوسط بتاعه مش متلائم كفايه، مش ده الخط الوسط اللي يعرف يسد يجيب لك الدوري او يقف قدام خط وسط الاهلي وخط وسط بيراميدز الجامد جدا. خط الهجوم بتاعه مثلا الفينا لما اتصاب مين البديل بتاعه؟ ما فيش. لا كان بيلعب بشيكو بنزا، بشيكو بنزا وجاب عبد الله السعيد مكانه، ما فيش خالص. وشيكو بنزا لو اتصاب مين البديل بتاعه؟ المهاجم بتاعك مين؟ المهاجم القوي بتاعك اللي يترجم لك الفرص. يعني انت من وجهة نظرك ان وجود جون ادوارد او التجربه فاشله فانت شايف ان هو لازم يمشي؟ لازم يمشي. يعني انا يمكن اكون مختلف معاك شويه، لكن انا بحسبها شويه. حط نفسك مكان الاداره مش جون ادوارد. تمام. انت لو جيت النهارده بكره الصبح مشيت جون ادوارد، انا بقول ان هو ما يمشيش مهما كانت النتائج دلوقتي، يستمر تمام. على التجربه ويكمل. تمام. لان انت لو جيت مشيت جون ادوارد بكره الصبح، هل عندك بديل ليه؟ ما عندكش بديل ليه. هتدخل في دايلما بتاعت هنجيب حد من اعضاء مجلس الاداره يبقى هو مشرف على الكوره، وحصلت قبل كده. في كمان حاجه من غير قطع كلامك، لا مؤاخذه، يعني الشرط الجزائي بتاعه مثلا، بس احنا مش هنتكلم ماديا شويه. تمام. لكن انا هدخل في معضله كبيره ان المنصب ده ناس كتيره عينها عليه. تمام. وقبل كده كان جه كابتن احمد سليمان، وبعدين جه كابتن حسين سعيد، بعدين جه كابتن حسين لبيب، وبعدين جه وعملوا اللجنه، وكان في لجنه قبل كده من حازم امام وميدو. تمام. المنصب ده منصب مهم جدا، فما ينفعش يتساب انه يبقى مزاد انا اللي همسك، لا انا اللي همسك وانت راجل في عضو مجلس اداره. تمام. فانا شايف من وجهه نظري انا ان هو يستمر ويكمل على فكرته وعلى مشروعه ايا كانت هي ايه، ومهما كانت النتائج لحد ما يجيبوا حد افضل. طب انت شايف يقعد لحد امتى؟ لا لحد امتى ديت النتائج بقى بعد كده هي هتقول. طب انت عملت صفقات، عملت حاجات كويسه للنادي، انت تكمل. لقينا ان المستوى زي ما انت شايف او زي ما انت بتقول دلوقتي، بس هناخد القرار بس مش بشكل مباشر ومش بشكل وقتي، لا اديله فرصه، ادي الراجل ده فرصه. يعني انا كنت ضده في حاجه واحده، هي بيع زيزو. وحابب اسالك انا على موضوع بيع زيزو ده. يعني احنا اتكلمنا فيه قبل كده، وانا برضو رايي كان مختلف عن رايك شويه، لكن هو كان ليه رأي تاني. صح. ان هو ينباع. انت كان ليك رأي تاني ان زيزو يفضل. فقول لنا انت برضو مختلف دايما مع جونو ادوارد في القصه دي. تمام. فعايز اسمع منك. انا بالنسبه لقصه بيع زيزو، انا كنت شايف القرار الصح لاداره الزمالك ان هي تبيع زيزو لما جاله العرض من الشباب السعودي ابو 5 مليون. تمام. انا مع فكره بيع زيزو. ده كان انسب حل للزمالك. هو كان الكلام ده قبل ما جونو ادوارد يجي النادي. تمام. لو الزمالك كان باع زيزو بال5 مليون دولار كان ممكن سدد ديونه وكان جدولها وارتاح من القصه ديت وقفلها نهائيا، وكان ممكن عنده كنادي كبير ان يطلع ناشئين. مش شرط ان الزمالك يكسب الدوري دلوقتي، مش مشكله. ان شاء الله لو قعد 2-3 ما بيكسبش الدوري، بس يعمل فريق من غير ما يكون مديون. لكن الزمالك ادى للاهلي اللي هو كان بيحارب ده كله عشان ما يروحش للاهلي، ادى للاهلي زيزو على طبق من فضه، وفي الاخر بقى عليه غرامات وبتزيد الغرامات وما عملش السكواد اللي هو بيحلم بيه. بس هو الزمالك اصلا يا محمد مش من انديه اللي هي هتقعد تبني. معظم الانديه الكبيره في كل الدوريات العالم تمام. ما عندوش الفرصه انه يقعد يبني 2 و3. بتبقى الظروف جبراك في حاجات وبتخلي النادي مرغم ان هو يعمل كده. يعني انا هقول لك حاجه، هل مثلا ليفربول نادي قليل؟ لا طبعا. طب ما هو 30 سنه ما يكسبش الدوري، بس ما كانش بيقول انا ببني، لا كان بينافس ما هو الزمالك برضه بينافس. ما هو الزمالك مثلا لو ما خدش الدوري مش هينافس على الهبوط. بس الفكره ان بتبقى في ظروف. هل مثلا الميلان فريق قليل؟ ده من احسن الفرق في تاريخ الكوره، وهو واليوفي. اليوفي مره كان سابع او مرتين سابع، الميلان كتير كان سابع وعاشر، بس معلش بتبقى غصب عنه. بس برضه التجربه مع الانديه الاوروبيه دي، انا مش هجيب مدير فني وقيله بعدها ب3 شهور، مش هجيب مشرف كوره وقيله بعدها ب6 شهور. ما انت اللي جبت المدرب. اشوفه الاول، ما يمكن المشكله عندنا انا كنادي، ما يمكن المشكله عندنا الراجل ده مش عارف يطبق افكاره. تمام. لما اقتنع واتاكد ان الراجل ده ما عندوش افكار، ساعتها هقيله. عايزين نتكلم كده عن لعيب محبوب اليو ديانج. الراجل ده في كلام انه هيقعد وكلام اكتر انه هيمشي. ايه اهميه اليو ديانج التاريخيه ودور اليو ديانج ايه دلوقتي مع الاهلي؟ بص، انا من اكتر الناس اللي بتحب اليو ديانج من ساعه ما جه من 6 سنين تقريبا يعني. تمام. انا بحب الراجل ده وبحب الكاركتر بتاعه. تمام. لانه نادر جدا انك تلاقي لعيب ممكن يلعب 8 ممكن يلعب 6 وممكن يلعب
وبالاستامينا دي، انت تحبه لله في لله عشان هو لعيب كويس وعشان شخص تحسه يدخل قلبك كده، وعشان كمان امكانياته في الملعب. والله يا محمد كلام سليم. مش عشان هو راجل مش بتاع مشاكل، ما اقعد حصلش بيقعد، منه مشكله الصراحه، بيلعب اطلع اعاره يطلع اعاره واتظلم فيه. وانا بحب اللعيبه دي. كلام مظبوط. لكن هنتكلم بقى فنيا شويه. اليو ديانج وحش في نص الملعب، ما شاء الله عليه فعلا، ده حقيقي ده حقيقي. اديله مكانه هيبقى وحش. طب كانت ايه مشكله اليو ديانج بقى يا تمام. محمد؟ مشكله اليو ديانج في التوظيف. عدى عليه مدربين مش عارفين يوظفوه صح، ولعلمك كولر كان هيقضي عليه بالخطه اللي كان بيلعبها 4-3-3 ديت، ملهاش وجود، او اليو ديانج ملوش وجود في الخطه دي. كولر ظلمه وشايله ماتش ريال مدريد ومن يومها غضب عليه. يا راجل بقول لك كان هيقضي عليه تماما كرويا، ده هو كان هينسيه الكوره فعلا، كان هيقعده تماما. ده حقيقي. فده واحد من الناس مش عارف يوظف دبابه زي اليو ديانج. طيب نرجع تاني لاقول لك ان يستروب عارف الراجل ده امكانياته ايه، هو وعارف هيلعبه ازاي. ده حقيقي ده حقيقي. فانا لو بتسالني على قصه بيع اليو ديانج وانه يروح او يقعد، لو انا ليا قرار انا هقعده. انا بتكلم ايوه، الله ينور عليك. لو انت اللي في ايدك دلوقتي هتقعد اليو ديانج او هتدي القرار يقعد ولا يمشي؟ يقعد. اليو ديانج ايا كان اللي هيحصل، اللي هيكون سبب في مغادره اليو ديانج بوابه النادي الاهلي هيتحمل مسؤوليه تماما. لا ده كلام كبير. يعني انت دلوقتي بتقول ديانج يجب ضروره التجديد ليه، واللي هيكون مسؤول عن قرار خروجه حتى لو المدرب مش عايزه هيتحمل المسؤوليه اللي هيحصل. ده سؤال يعني، لو حتى وهكررها، لو المدرب مش عايزه انت مع وجوده في الفريق؟ مع وجوده. انا مع وجود اليو ديانج. ده كلام تامر. ايا كان اللي موجود مين، وايا كان هيلعب ازاي، اليو ديانج لازم يكون موجود في الاهلي. هقول لك حاجه بسيطه يا محمد. اتفضل. هنفترض جدلا ان انت بعت اليو ديانج، تمام، اوكي، لازم تجيب واحد مكانه. وكلام مظبوط. مش هسيب مروان عطيه لوحده. طبعا مش هتلاقي نفس الامكانيات، ده حقيقي، البدنيه والعقليه مش هتلاقي نفس الامكانيات دي. حقيقي. فانت دلوقتي بتراهن وبتاخد ريسك على لعيب جديد. تمام، هدفع فيه فلوس، تمام، وهجيبه، كلام مظبوط. يا ينجح يا يا يفشل. طب لو فشل انت خسرت فلوس وخسرت اليو ديانج النهائي. ده غير اليو ديانج اللي انت خسرته. فانا دلوقتي لا، انا هشوف الولد محتاج ايه وهديهم له. انا بقول لك ده عندي بقاله 6 سنين متربي عندي، صح، بقى فاهمني وانا فاهمه. صح، تمام، صح. 6 سنين متربي عندي وما اثرش خالص الصراحه. وعمره قد ايه؟ 27 سنه. 27 سنه. اليو ديانج لسه انا ممكن اخد منه كمان مش هقول لك 3 سنين، كمان 6 سنين. انت عارف اللي يزعل في الموضوع ده ايه؟ بعد توفيق ربنا اللي اكتشفه انيس بوجلبان، ما حدش من الاهلي هو اللي عرف يجيبه. ده حقيقه، وهو اللي كان رشحه للاهلي. ده حقيقه. وهو الراجل الامكانيات دي لو دورت في الدوري المصري مش هتلاقي حد 6 أو 8 بالكواليتي دي. انا هقول لك حاجه وانا مسؤول عنها. انا كنت شايف ان هو لو كان اتباع لجالتا سراي لما كان عايزه واتدرج في اوروبا. انا بشجع في الدوري الايطالي، بشجع اليوفنتوس عنده لعيبه في وسط الملعب ماكيني ولوكاتيلي والله العظيم يلعبوا في الدوري المصري. لعيب زي ده لو كان لعب مع فكر اوروبي وطوره بس في حته الاستلامه اللي هم الناس جايباها فيه، لكان يبقى ما شاء الله عليهم متكامل زي كايسيدو وزي الكلام ده، لكن هيلعب في التوب 20 على الاقل بتاع اوروبا. ده انا عايز اقول لك ان انا سمعت الكلام ده يمكن من 3 سنين، ان اليونايتد عايزه ومش عارف مين بيفاوضوا. تشيلسي كان فعلا كانوا بيتكلموا عنه اول ما جه الاهلي، واليونايتد وتشيلسي زائد جلات سراي اللي هو كان الاقرب يعني. ده هو ده كان الرسمي فعلا. لكن انا كنادي اهلي انا عايز وجهة نظر سليمه ما اقدرش اقول عنها حاجه. طب احنا اختلفنا في ايه؟ ماديات. صدقني انت هتخسر لو بعته. سعر اليو ديانج دلوقتي اللي معروض او اللي الاداره عرضها $500,000. هو اليو ديانج الكلام اللي هو يعني شبه اكيد ان المقابل المادي هو حصل فيه تقارب في وجهات النظر. ديانج بس عايز حاجه واحده، انت هتجدد له 3 سنين 5 سنين، ما تجددلهوش وتضمن ان هو جدد خلاص ويبقى جدد، وتيجي تاني ماتش تقوم مدخله الثلاجه. هو عايز يجدد يبقى ضامن مكانه اساسي في الفريق. انا عايز اقول لك على حاجه يا محمد، ايا كان المدير الفني اللي هيمسك النادي الاهلي وبيبص على اوضه اللبس واليو ديانج موجود، مستحيل يقعده بالعقل. هو كلام منطقي. انا ممكن احط اليو ديانج وابني على الخط. انا بقول لك يستروب كان بيطلعه ناحيه الكورنر وينج وعمل كام كوره من هناك. صح. الكوره يا راجل اللي عملها في الدقيقه 93 اللي اتقطعت هو اللي قطعها عند ال 18، واقف كان واقف في انفراد عند الجون. طاهر لو بصها له. انا عايز اقول لك ان بعد الكوره دي لو اليو ديانج كان جاب جون، اليو ديانج ما كانش راجع من الامارات على فكره بتتفاوض معاه، وفي ناس بيتكلموا عنه. هو في فعلا الدوري الاماراتي مقدم عروض رسميه للاهلي، ده غير بقى الخلود والاتفاق والحزم في دوري الروشن والامارات وقطر. لا الراجل ده دقيقه 93 وهو مدي الاولويه الصراحه للاهلي. انا ما اعرفش الاهلي يعني ليه المماطله في ملف تجديد. هو الموضوع برضو في شقين، ان هو لسه ما مضاش. هل في كلام؟ في كلام، في عروض انا سمعتها. انا ممكن اقول لك دلوقتي ان اداره النادي قالت احنا هندي اليو ديانج $1,200,000. تمام و300,000 من شركه الاهلي الاعلانات. كلام جميل. و300,000 من مهندس ياسين منصور كمان، يعني هيوصل 1,800,000. تمام. انت بتتكلم في ايه؟ وده الصح. انا احارب على الولد ده،
هحارب على ديانج. انت عايز إيه؟ انت كنت بتتكلم في 2 مليون، طب احنا دلوقتي متاح 1,800,000 وانت في مكانك وفي بيتك ومتربي هنا، هيوافق مش هيرفض. كلام سليم. فاتمنى ان اليو ديانج يفضل ويستمر، وبقول لك 27 سنه صح. انت هتستفيد منه كتير جدا. صح، وده طلب مننا لاداره الاهلي، لو الفيديو ده وصل لهم ان شاء الله، ان اليو ديانج احسن محترف في ال5 محترفين الاجانب اللي في الاهلي، ولازما بقائه يعني ده رقم 1 الصراحه. ده حقيقي اتمنى ان هو يفضل موجود مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. طيب لو فرضا كابتن محمد ان اليو ديانج ركب دماغه وقال لك انا عايز امشي، تمام، انا جاي لعرض اعلى ايا كان، تمام. انا سمعنا الفتره اللي فاتت عن صفقه حامد حمدان. هل انت شايف ان هو البديل المناسب لاليو ديانج في الفتره الحاليه؟ انا شايف دلوقتي ان اليو ديانج ملوش بديل لا في افريقيا ولا في مصر. حامد حمدان لو هو جه هيبقى انت قللت الكواليتي بتاعت خط الوسط، لعيب كويس بس مش زي اليو ديانج. حاجه برضه منين بيودي على فين. حامد حمدان لما دخل مصر الدوري المصري كان عن طريق الاهلي، والاهلي كان متعاقد معاه، واللاعب طلع قبل كده في لقاء تلفزيوني موجود كان بيفتخر ان مسؤولين الزمالك كانوا عايزين يجيبوه الزمالك، وهو قال ان هو كان بيهرب من بتوع الزمالك وغير خط تليفونه والكلام ده كله. ظهر فجاه ان هو راح مع بتروجيت، مستواه ظهر فجاه تاني، اسمه اتقال تاني من اول وجديد. فمسؤول طلع كلام ان الزمالك عايزه، بعد ما طلع كلام ان الزمالك عايزه طلع كلام بقوه اخر يومين ان الاهلي بيتفاوض معاه وبتروجيت من الاخر عايز يبيعه للاهلي. اللاعب كويس بس انت مثلا ما تبقاش مثلا بعت، انا مش عارف اجيبها ازاي. انا مش عايزك تقارنه باليو ديانج يا محمد لانه هيبقى ظلم لاي حد، ظلم. لكن بنقول في الادوار اللي هيلعبها هو ممكن يكون مثلا نسخه كده برو او لايت، لا لايت من مروان عطيه. لكن هل انت مع ان انا اجيب حامد حمدان؟ لا، لو انا الصراحه لو الامر في ايدك، لو الامر في ايدي هقعد اليو ديانج باي طريقه وما اجيبش حد، وحامد حمدان يتوكل على الله. صح انا برضو مع الراي ده. انا ما فيش لعيب هيعوض لي اليو ديانج، لكن الولد حامد حمدان عشان نديله حقه هو كويس. هو انا ما قلتش عليه لعيب قليل، هو كويس بس لا يقارن بديانج بالظبط، لكن مش عايزين نحطه في مقارنه، لكن هو كلاعب لعيب كويس، صح. ولعيب في نص الملعب لعيب رايق ولعيب عاقل ولعيب ممكن يعمل ادوار مركبه. قدام الماتش بتاع قدام الاهلي بتاع بتروجيت الاهلي كان هو نجم الماتش ولعب فعلا ماتش قوي. الراجل زاد لحد ما بيلعب بالكره بالهيد، هو قوي جدا، الراجل بيزيد كمان في الادوار الهجوميه، ليه ادوار هجوميه فعاله في نص الملعب واقف على رجله، ده حقيقي. فهو عشان ما نبخسوش حقه ما نقللش منه، هو الواد ممتاز، لكن عشان ما نظلموش ما تحطوش في مقارنه مع اليو ديانج. تمام. كنت عايز اكلمك يا محمد في جمله مشهوره جدا وهي الحرس القديم، بس انا مش عايز اتكلم على كل الناس، انا عايز اخد رايك قدام الناس عن 2 لعيبه يمكن الكلام كتر عنهم الفتره اللي فاتت وبقى لهم كتير في النادي الاهلي، لكن هل المستوى اللي بيقل، هل الخطه اللي مش نافعه، هل محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر. كلام مظبوط، هم دول من اكتر الناس اللي تمثل الحرس القديم. انا ليا راي في الفريق دلوقتي، كل الناس بتقعد تتكلم تقول لك ايه المهاجم وناس مهاجمين بيقول لك ده اهم واحد في الفريق. انا من وجهه نظري اهم لعيب في الفريق حارس المرمى، ده مش نص الفريق، ده الفريق كله. وانا بقارن الكلام ده على حراس عالميين وحراس محليين. عصام الحضري مع منتخب مصر هو اللي كسبك 3 بطولات عالميا. كورتوا ريال مدريد بالنسبه لي هو كورتوا، ما فيش كورتوا والله العظيم ريال مدريد لا هيكسب دوري ابطال اوروبا ولا هيكسب. لعب قدام ليفربول الماتش يخلص 7 خلاها 1-0 بسببه، وكان ممكن الماتش يخلص 1-1. قدام برشلونه يقول لك ايه ده خسر، دخل فيه 5 تجوان ومنع 10 تجوان. هو بالنسبه لي فريق، وقبل كده كان بوفون ونوير والناس دي. دلوقتي محمد الشناوي مع الاهلي انا ليا راي فيه مع احترامي ليه والكلام والناس اللي بتتكلم، طالع مع الطالعين نازل مع النازلين. الاهلي كويس الشناوي يبان كويس، الاهلي مضغوط الشناوي يبقى معايا ربنا. ودليل على الكلام ده الاهلي ما خسرش 5 في افريقيا غير ومحمد الشناوي حارس مرمى الاهلي. الماتشين واللي بيشوف الفيديو يجيب الملخص الماتشين من على اليوتيوب يشوف الكور بتاعت محمد الشناوي. اتشاط عليه 5 في ال5-0، اتشاط عليه 5 كور دخلوا فيه 5 تجوان. اللي في حته تانية ده يتشاط عليه 5، في ناس بتشيل ال5 صحيح، وعلى الاقل يدخل فيه جولين بس يبقى اسمه خسر 2-0. وده حصلت بدل ما يتقال عليه خسر من فريق زي صن داونز ده 5. الماتش الثاني بتاع 5-2 الماتش ده بقى عجوبه. ال5-0 الاهلي كان كله وحش، تمام. ال5-2 تشوف ملخص الماتش، الاهلي شاط 5 كور على الجون ما بين ال3 خشبات، وصن داونز شاط 5. ال5 دخلوا في الشناوي، وال5 اللي اتشاطوا على صن داونز دخل في حارس بتاعهم اللي هو الممتاز ده جونين وصد 3 كور. مظبوط. فالماتش طلع ايه؟ يبقى الاهلي ابو 5. يعني انت شايف ان مستوى الشناوي هو اللي وقع دلوقتي، ولا اصلا
الشناوي كان عالي لان الاهلي كان عالي. هو كان عالي لان الاهلي عالي، هو حارس كويس، مش الحارس الموهبه الرهيبه. انا دايما بقول كده، هو حارس جيد بس مستواه زاد لما راح مع الاهلي. معلش انت بتلعب مع الاهلي قدامك خط دفاع قوي مهما كان، وقدامك جماهير والكلام ده طبيعي اللي انت هتعرف الريتم معاه. بس هو كان طلوعه مرتبط بالاهلي، لكن لما الاهلي كان محتاجه ان هو يقف معاه ما كانش بيلاقيه. نهائيات افريقيا، نهائي القرن، الكره كانت صد رده ما بين الاهلي والزمالك، لا الزمالك كان مستحوذ ولا الكلام ده الاهلي كمان راح بثلاث كور. هو راح عليه بكورتين، كره دخلت في جون والثانيه جت في العارضه بتاعت زيزو. النهائي اللي بعده الاهلي كان من قوته مخلص ماتش النهائي قبل ما يبدا. لما جه بقى الشناوي في ماتش الاهلي والوداد بتاع زهير المترجي، دخل فيه كورتين من نص الملعب. هو يقول لك الماتش صعب خلاص ما بتلاقيهوش، لكن عصام الحضري كان بينزل قدام دروجبا وايتو بتلاقيه كوينتا شد في شعره منه. كل الناس اتجننت منه تمام. لكن هو الشناوي مش موجود. ماتشات في الدوري قدام بيراميدز عايز يرقص تتاخد منه الدوري ضاع، ماتشات تانية يبلع اجوان من نص الملعب. معلش برضو مع احترامي هو مش نوير، انت بتحب نوير وانت حارس منتخب مصر، بس انت مش نوير، ونوير حتى بيدخل فيه جوان على حس الموضوع ده. انا شايف دلوقتي اصح قرار للمنظومه ان كابتن الشناوي يتواضع، من تواضع لله رفعه، ويقعد احتياطي ويعمل تيرن اوفر مع مصطفى شوبير. صحيح. انا مش عايز حاجه وبقولها وانا متحمل مسؤوليتها من الكابتن شوبير او ابنه، بس مصطفى شوبير انا شفت فيه حارس مرمى مؤهل بموهبه رهيبه، وبيعمل ماشي مع الموجه الجديده من حراس المرمى اللي بيعرف يصد النجمه وبيعمل فعلا متاسس صح. صحيح. محتاج يلعب كمان حاجه. انا مش هجيب ناشئ واغامر بيه. مصطفى شوبير ده مع الاهلي جاب لي الاهلي بطوله افريقيا، كره شاطت في ماتش الترجي كان هناك في اول دقيقه، الكره ديت انا قلت الكره طلعت بره بس بطريقه غريبه، في الاعاده جت مصطفى شوبير اللي طلعها. صحيح. مع الشناوي بيكسف يمد ايده. انا عايز اقول لك يا محمد ان يمكن اللقطه اللي ممكن تبروز كلامك ده كله في ماتش السوبر، الجون اللي جابه سيف الجزيري. احنا فرحنا بالسوبر وكسبنا وي لكن انت شفت الكورنر الشناوي عمل فيه ايه؟ طلع مسك الهوا. طب مسك ده، لا ده كمان مسك الهوا، ويمكن هو استخبى في الاحتفالات والبتاع، ما حدش عمل زوم على اللقطه دي. لو انت، ما انا كنت هقول لك انت قريت دماغي الصراحه فيها. انت لو تشوف الزوم الهايلايتس بعد والكره بقى الكاميرا جايباها، الكره اترفعت يا تامر والجزيري ضربها بدماغه وبعد كده عدلها بايده ودخلت، ده احداث كتير. وياسين مرعد عملها برجله وعملها برجله. الشناوي كان فين بقى؟ بيبص الكره فين؟ ده حقيقي. يعني الكره دخلت جون وجمهور الزمالك هلل والحكم خد باله والشناوي بيقول لك ايه اللي حصل. فانا موافقك تماما. وعشان الناس تبقى فاهمه، بس انا مش بقول ان الشناوي يمشي، بس اقعد ادي للتانيين فرصه. مصطفى شوبير حارس موهوب بالفطره. محتاج ايه بقى مصطفى شوبير؟ محتاج يلعب ومحتاج تديله ثقه في نفسه واستمراريه، مش اكتر من كده. انا عايز اقول لك حاجه كمان، سيحه ده حارس ممتاز جدا. نقطه ضعفه بس اكمنه هو طويل، الكور اللي على الارض معاه مشاكل فيه. لكن سيحه ده بقى اديله كور عاليه مثلا او طلوع وشوفوا عامل ازاي. الشناوي انا مش عايز اقول الحاجه لو دامت لغيرك ما كانتش جات لك. صحيح. الشناوي استفاد من قوه شخصيه فايلر، لان كان في ظلم ان الشناوي يقعد احتياطي زي الظلم اللي حصل لمصطفى شوبير دلوقتي. فكل الناس فرحت ان فايلر بعد توفيق ربنا كان هو الايد اللي قدرت تمشي شريف اكرامي من الاهلي. انت شناوي مش احسن من شريف اكرامي، وانت مش احسن من الاهلي، ومش احسن من مصلحه الفريق ذات نفسه، ولا من عصام الحضري، الله ينور عليك. ما انتش جاي ورجع واعتذر واحسن حارس في افريقيا. ده ما كانش حارس، معلش يا تامر، ده ما كانش حارس في افريقيا. ده بوفون راح قال له بعد ماتش مصر وايطاليا معلش الشناوي ما يعملش ماتش ومش هيعرف يعمل ماتش زي ده. بيقول له انت بتلعب في نادي اوروبي فين؟ راجل تفوق على بوفون، وما كانش بوفون جد بوفون، لا ده كان بوفون اللي كسب كاس العالم وكان احسن حارس مرمى بيقول له انت مين انت؟ لما بوفون يقول له انت مين انت ايه؟ قال له ده انا بلعب في الاهلي والنادي كبير في مصر. يعني الثاني مثلا بيقول له عايز يقول له هو انت الحارس الاحتياطي بتاع كاس ياس؟ انت تعرف ان الحضري كسب يوروبا ليج مع اشبيليه، يعني ده ومحدش بيشوفه. وفي الاخر مع احترام، لو بونو ده جامد كان راح، اللي انا اعرفه كده مرموش جامد عشان راح السيتي، صلاح جامد راح ليفربول، لكن بونو ده انجازاته كسب اليوروبا ليج ورجع على دوري عربي مع احترامي. طبعا تمام. بطولاته مع منتخب المغرب بقى ايه؟ رابع كاس العالم ده ليه ميداليه. بطولاته ايه في بطوله افريقيا؟ جنوب افريقيا مش ده المغرب الرهيب؟ ما جنوب افريقيا طلعت المغرب.
لكن معاه 4 افريقيا زي عصام الحضري مش هيجي حارس زي عصام الحضري. الشناوي انت لو مش ما تعرفش تحطه دلوقتي في مقارنه وجمله مفيده مع بونو صحيح. يبقى انت ما تقولش بقى على الشناوي تاريخ. هو الراجل في حقبته الزمنيه راجل ممتاز، لكن الاهلي طول عمره متميز بحراس المرمى. مع احترامي للشناوي، كابتن ثابت البطل ده اسطوره، كابتن شوبير اسطوره، كابتن اكرامي اسطوره، وعادل هيكل اسطوره. تمام، لو انا قعدت نتكلم في التاريخ بس هنجيب كل حراس مرمى الاهلي اقوياء جدا بالظبط، وكان المنتخب بيعتمد عليهم وكانوا بيقعدوا. ده الاهلي وصل بيه الامر ان كان عنده ثابت البطل واكرامي مع احترامي ليهم الكباتن والكابتن شوبير، الثلاثه كانوا بيبادلوا ما بين بعض. الشناوي ماله كده؟ طاهر محمد طاهر، والله انا عايز اقول لك حاجه، هي ارزاق. انا ما اقدرش اقول على طاهر غير كده. سبحان الله، طاهر ده بقاله 6 سنين مع الاهلي. مظبوط. مساهماته مساهم في 24 جون ما بين اسيست وجوان. صلاح جمهور ليفربول كان زعلان من صلاح عشان بس بيجيب 24 جون في الموسم، وبيقول لك صلاح مستواه نازل. وفي ناس محنكين بتطلع هنا تقول لك صلاح مستواه جايب 24 جون ويقول لك ده مش المتوقع منه. لكن لعيب بيلعب في الاهلي اكبر نادي في الشرق الاوسط، لو طاهر جينا نبيعه دلوقتي هيتباع بكام؟ هيتباع لمين؟ ده سؤال. وهيتباع لمين؟ اللي انا اعرفه بالنسبه للوينج كافاريستا بتاع باريس سان جيرمان، نابولي اشتراه ب 20 مليون. اللاعب بس كسب دوري ايطالي، ونابولي كان شكله حلو في الشامبيونز ليج، طلع من دور الثمانيه. اتباع تاني سنه كان ب 70 مليون لباريس. اللي انا اعرفه هو كلام كده. انا جبته بكام؟ اضاف لايه؟ وبيعه بكام؟ طاهر لو انت موجود في مثلا قعد فتره بيلعب في الاهلي مش هتحس بيه. نزل يلعب في الاهلي الصراحه بيعمل حاجات غريبه، وتقييم الناس له غريب. يقول لك ايه؟ اصل لاعب الموسم اللي فات كان كويس، يعني انا مستني عليه 5 سنين عشان يلعب كويس. دفاعيا هو بيجري وخلاص بلا هدف. هو بيجري بصراحه لو انت جبت معلش لو انت جبت واحد اديته مثلا 20,000 جنيه وقلت له انزل العب مع الاهلي هيجري اكتر من طاهر. تمام، دي حاجه. تاني حاجه، لما بيلعب بيقول لك اصل بيلعب مهاجم. والله العظيم في ماتش بتروجيت الكره جات له ما عرف يوقفها. عيب لما لعيب في الاهلي يبقى كده. الكره اتاخدت منه، واحد اداها من نص الملعب كانت هتيجي جول في الشناوي، لكن لانه كان متقدم. شوف هو بيعمل لك كل المصايب وكل المشاكل دي. انا اسف بس دي حقيقه. تمام، ويطلع في الاخر يقول لك ايه؟ ما تكلمش طاهر اصل بيزعل، نفسيته بتتاثر. احنا غلابه على باب الله. طاهر مع احترامي ليه لو ما كانش لاعب كوره كان هيبقى ايه؟ ما هو لازم البني ادم يسال نفسه الاسئله دي. تمام، وبيزعل الجمهور يا عم ليه حق عليه لما انت بتطلع ترحال والكلام ده. والله في ناس بتيجي من الصعيد بتبقى باليومين مش نايمه، اديهم حتى بس يلعب لعب كويس، هو مش عايز منك غير اللي انت تكون سبب في الفوز. طاهر ده حاجاته كلها فنكوش، وسبحان الله بتظبط معاه بحاجات. هو بيعرف ياخد لقطه في بيجي في لقطات كده، لقطه في نهائي في كوره. يعني انا بس انا مش عايز لعيب يفضل عندي عشان كوره. مش عايز. لا هو بيتقيم على، انا اقول لك بقى طاهر بقى هو بيتقيم على ايه؟ ان هو جاب اغنيه سطلانه ومحدش يسمع عنها حاجه. هو ممتاز في الاحتفالات الحاجات دي، وبيجيب اغاني محدش بيسمع عنها وبيشيرها. انا عايز اقول لك على حاجه كمان بخصوص طاهر، وفي واحد كمان اللي هو محمد هاني. الاثنين دول اصلا ما بيتكلموش، يعني هم مش مصدر لمشكله، ما بيعملوش مشاكل. بس في نفس الوقت انت زي ما انت بتقول، انا كراجل متفرج وراجل بشجع، اديني حقي، اديني حق ان انا اتفرج على فرقه. لا ده بيستكتر عليك كمان اللي انت تكلمه. انت جبت مش عايزني كمان اهاجمه. تهاجمه. انت قلت عن محمد هاني. مع محمد هاني مع احترامي ليه، في ظروف بتخدم البني ادم سبحان الله من غير يعني قدريات عشان اوصلها للمشاهد. دلوقتي كان في لعيب زمان اسمه جيوفاني ألبر، كان مهاجم بايرن ميونخ. المهاجم ده لو بيلعب دلوقتي 200 مليون، لا تقول لي هالاند ولا الكلام ده. ومشكلته في الدنيا ايه؟ كانت مشكله واحده، ان هو جه في زمن رونالدو الظاهره. وكان في سيرجينهو الباك الشمال بتاع ميلان. يعني ده مثلا اللي بيقول لك اصل في باكات دلوقتي بسيرجينهو ده جوفاردول 100 ده مليار. ومشكلته برضو ان كان موجود روبرتو كارلوس. محمد هاني بقى الموضوع جه معاه بالعكس، ان دلوقتي لما سيد عبد الحفيظ طلع كان موجود ابراهيم حسن، وابراهيم حسن لما طلع كان موجود حسام البدري والكلام ده. محمد هاني طلع سبحان الله كده كان قدامه واحد بس، احمد فتحي. واحمد فتحي كمان كان بيجيب اواخر. فمحمد هاني ضمن مكانه. محمد هاني في الاهلي جبت عمر كمال عبد الواحد، كنت متوسم ان هو هيبقى كويس، ما قلب عمر كمال المغني. جبت خالد عبد الفتاح. انا وخالد عبد الفتاح احنا الاثنين زي بعض، ما بنعرفش نلعب كوره. يا ريت كانوا جابوني انا تمام وانا هبقى زيه ما اعرفش العب كوره. فمحمد هاني محافظ على مكانه. لكن عيب لما محمد هاني تطلع بعد ماتش، انت الاهلي كسب بطوله، لما نكسب نجمع بعضنا حوالين نفسنا ونبقى مع بعض ونلم بعض. لكن تطلع تتكلم تقول اللي بيهاجموني دولت ما بيفهموش حاجه ودول لجان. هو كل لعيب حد يطلع يقول ده مستواه قليل؟ يعني مثلا محمد هاني ده في كل موسم بيعمل لي 20 اسيست زي معلول ومساهم باك تاريخي في عدد الاجوان. انا حد هاجم معلول؟ لا طبعا. وهو محمد هاني مش ارنولد يعني عشان يعمل لك 18 اسيست و19 اسيست يعني. لكن انا عندي حاجه كده كنت بفكر فيها لوحدي. محمد هاني اتدرب تحت مين؟ كم مدرب؟ مدربين كتير جدا. اذا كان في الاهلي
ولا في المنتخب يا محمد؟ تمام. ايه وجهه نظر يستروب وعماد النحاس وريبيرو واللي قبله وكولر وموسيماني وفي المنتخب من هنا لبكره؟ ايه وجهه نظر الناس دي؟ وسيبك من النادي، انت يمكن زي ما النادي بتقول مفيش غيره. طب الراجل اللي بيلعب في ماسك المنتخب قدامه مصر كلها، اقول لك ليه محمد هاني؟ اقول لك برضه لان برضه الظروف والقدر نفعه ان مفيش لعيب منافس قوي ليه. ما هو دلوقتي مفيش محمد هاني، باك يمين المنتخب مين؟ عمر جابر. ده هاني واقف على رجله عنه. يعني شوف المدى اللي احنا فيه. انت لو دورت شويه في الفرق هتلاقي في باكات يمين كويسه، بس الولد ده انا وجهه نظري طبعا ده مش حكر على حد، الولد ده محمد هاني يعني هو بينفذ تكتيك المدرب. الراجل ده ملتزم تماما بالتكتيك، ما تعديش خط النص، مش هيعدي خط النص لو هينضرب عليه نار. تمام، انت هتزيد وهتعمل اوفرات، هيزيد وهيعمل اوفرات. الراجل ده يمكن اللي انا بحاول افهمه يعني ان المدرب دايما بيحب اللعيب الملتزم. فانا شايف ان محمد هاني من اكتر الباكات اللي ملتزمه تكتيكيا، اعمل كذا بيعمل كذا، زيد هيزيد، ارجع هيرجع. فيمكن دي النقطه تتحسب له. طب انا هقول لك حاجه مع احترامي لكلامك، وان هو ملتزم دفاعيا وكده، حتى وهو ملتزم دفاعيا بيعمل المطلوب منه وهو ملتزم دفاعيا. ما شفتهوش قدام منتخب اوزبكستان كان عامل ازاي؟ ما شفتهوش. طب معلش، انا في لقطه دي انا ما بنساهاش، هو ليه ماتشات كتير بس انا الماتش الايقوني عنده بتاعه الماتش بتاع الاهلي والوداد بتاع زهير المترجي. معلش ده كان بيقدم حاجات خلطبيطه كرويه. بس في نفس الوقت يا محمد نرجع نشوف الراجل ده لعب قدام بايرن ميونخ ازاي. هو محمد هاني. انا شايف الصراحه ان فتره موسيماني ذات نفسه اللي كان بيحمي اللعيبه كلها تظهر بالشكل ده، لكن ابداع محمد هاني انا ما سمعتش الكلمه ديت عنه قبل كده. يبقى نفس الفكره ان انا الراجل ده بيلتزم بادواره اللي بتبقى مطلوبه منه. طب ما هو حتى لو حد يلتزم يعني يقدم حتى المطلوب منه، ما حتى في الدفاع برضه يعني انا ما اعرفش والله. انا شايف الصراحه هي علامه استفهام كبيره، علامه استفهام جامده جدا كمان كبيرة. وهل مصر كلها ما فيهاش باك يمين؟ يعني مصر كده كلها لا فيها باك شمال ولا باك يمين لحد الان؟ مصر فيها باك شمال بس لو هو دماغه ملتزمه. احمد فتوح اللاعب ده كان ممكن يلعب في اوروبا كمان، بس هو ونفسه اعداء. ده راجل قوي جدا جدا. انا احمد فتوح ده انا اديله ختم الجوده بعيدا بقى عن شخصيته ومشاكله. يوم ما لعب قدام اشرف حكيمي، اشرف حكيمي هو نجم منتخب المغرب وبنظر كتير احسن باك يمين في العالم. قدام فتوح لا ده واحد جامد جدا. يعني انت مثلا بتقول نونو مندش بيلعب قدام فتوح لكن هو فتوح رجع للعقليه هي ودي المشكله. صحيح. غير كده لا في مصر باك يمين ولا في باك شمال ولا باك شمال ولا اي حاجه، وربنا يرزقنا باك يمين وباك شمال. انا زعلان قوي من قفشه وكل جمهور الاهلي زعلان من قفشه. ايه مشكله قفشه مع الاهلي؟ قفشه للاسف هو بيلعب في مركز الناس كلها عارفاه، هو مركز صانع اللعب. تمام. او مركز رقم 10 كلاسيكي. مظبوط. المركز ده مطلوب منه ابداعات كتير. تمام. كلام حقيقي. وقفشه كان موجود قبل كده لان كان معاه التيم او كانت الخطه كلها ممكن ان انت تبقى موجود. بس هل المشكله هنا يا محمد هي مشكله محمد مجدي قفشه بس؟ لا للاسف المركز ده حاليا مش هقول لك النهارده في 25 ده من 2016 بدا يندثر وبدا يختفي. مركز رقم 10 ده اللي لعب فيه اساطير، اللي لعب فيه مارادونا، اللي لعب فيه زيدان، احسن لعيبه في التاريخ لعبت المركز 10. اللاعب المهاري، اللاعب الممتع، اللاعب قائد الفرقه واللي بيعدل الميله زي ما بيقول. مظبوط. لكن وطبعا كان في اسامي كتيره موجوده، صح. دي بروينا واسكو واوزيل وانا شايف الصراحه باعتزال الاوزيل ودي بروين مستواه اللي نزل واسكو ان مفيش لعيب رقم 10 في العالم غير واحد جمال موسيالا بتاع بايرن ميونخ، وشبه كمان مش 10 كلاسيكي زي دول. انا هقول لك هو مركز 10 من سنه تقريبا 2002 لحد 2016 بدا المركز ده يقل واحده بواحده وبيجي مدربين واولهم كان جوارديولا. لما حصل خلاف بينه وبين رونالدينو، طب ليه مشكله المركز؟ ان انا عايزك تدافع، فمبقاش في توازن ما بين الدفاع والهجوم. انا الراجل بلاي ميكر رقم 10، انا هناك قدام البوكس مش مطلوب مني ادافع. صح. والكره الحديثه كل كان بيدافع. صح. فحصل خلاف، طب انا هعمل ايه؟ هعوض الخلاف ازاي؟ طبعا راجل عبقري زي بيب جوارديولا قال لك انا هشوف صناع لعب بس مش رقم 10 بقى جافي وانيستا، والمهاجمين بقى قدامهم ميسي والوينج الثاني والمهاجم بالظبط. فهو جاب او كان عنده تشافي وانيستا، الاثنين دول بيعملوا حاجه اسمها البري اسيست، وعندك بقى طبعا ميسي وهنا وهنا وهنا. فمركز رقم 10 زي ما كنت بقول لك من شويه انه تفكك لاكتر من مركز. ايه المراكز اللي تفكك رقم 10؟ بقى في عندك الريجيستا طليان طبعا بقدوها، وطبعا سيرجيو بوسكيتش هو اللي كان بيلعب الدور ده، واسامي كتير اللي هو بيسموه 8.5. هم الطلاينه فعلا هم اللي اخترعوه. تمام. البوكس تو بوكس ده برضو بديل لمركز 10. جميل. الشادو سترايكر 9.5 ده بديل للرقم 10.
واحد زي يورجن كلوب قال لك انا مش عايز صناعه اللعب من هنا خالص، وكان انا هلعب الوهمي كان كله رقم 10 الوينج باك. انا عندي ارنولد روبرتسون ده كان جايب لي مش عارف صناعه 18 وده 17 صح جون صح في سيزون. فاذا المدربين اللي بيفهموا انا دلوقتي مش عايز اثر على الخط الدفاع بتاعي، ولازم الرقم 10 ده او المركز ده انا مش عايزه، لانه هو مش هيدافع، هو مش هيرجع يدافع. تمام. فخليني اعوض صناعه اللعب بصناعه لعب لكن من اماكن مختلفه. طب دلوقتي قفشه في الكلام الجامد ده قوي هيبقى دوره ايه؟ انت مش هيبقى له دور مع احترامي لمحمد مجدي لا قفشه. ده اجابه صادمه، ده على قفشه طول. حبيب الجماهير، قفشه صاحب القضيه. ومع ياستروب مش هيبقى له دور اكتر، لان ياستروب انا زي ما قلت لك ان الراجل ده عايز كل اللعيبه يبقى فيه بينها لا مركزيه. ده كده لا معلش، ده حاجه انا لاحظت حاجه واكيد انت لاحظتها، ان ياستروب مش شبه ناسي قفشه. ده حقيقة، ده يعني لان هو عارف، هو انا مش هقول لك ان الراجل ده استلم الفرقه من البري سيزون ولعب وجرب، بس اكيد الراجل ده دارس. انا قلت لك الراجل ده جاي يشتغل مش جاي ياكل عيش. تمام يعني. فعارف كل واحد بيعمل ايه. يعني انت كده شايف ان قفشه مالوش دور خالص في المرحله الحاليه والقادمه في الاهلي؟ مع احترامي الكامل لمحمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه ولا اسكو؟ لا ده اسكو ده صح. اه اسكو ما عادش ليه دور، اسكو ما عادش ليه وجود، لان صح. انت ملتزم ان انت تكون مركز 10 كلاسيكي، هلعب هنا وورايا 2 يامنوني. ما عادش الكلام ده. لا الكره الحديثه ما عادش فيها كده. حاجه كمان انا عايز اقولها، اسكو لعيب مبدع. هل انت شايف قفشه لعيب مبدع؟ لا طبعا، بس هو كان على خطى عبد الله السعيد وطبعا الماجيك ومحمد ابو تريكه، لكن انت مش قريب منهم حتى، انت مش قريب. بس احنا كنا اتعودنا من زمان ان لازم يبقى في صانع لعب في الاهلي. انا عندي تريكه، طب تريكه اعتزل، لا عبد الله السعيد هيعمل الدور ده، طب عبد الله السعيد مشي، قفشه هيعمل الدور ده. لا يا جماعه، لا انا مش بالعافيه، مش بالعافيه، ما عنديش مركز 10 هفكه. صح هلعب صح. ريجيستا يا راجل، بيرلو كان بيلعب 10 ورجع يلعب ريجيستا. انشيلوتي يعملها فعلا. انشيلوتي بس كان معاه 2 وحوش، كان معاه سيدورف وكان معاه جاتوزو بيغطوه. صح صح. ده بيرلو. صح وده بيرلو. صح تمام. وده بيرلو. فانا مش معنى ان انا ما بلعبش غير مركز 10 فهخترع لك المركز، لا طبعا انت شايفه ان هو لعيب مش مرن خالص. فاذا برضو من ضمن الناس اللي احنا بنوجه لها كامل الشكر والتحيه هو محمد مجدي قفشه. مركز 10 ما عادش موجود في الكوره كلها يا راجل. دي بروينا اخر، طبعا هو كان اوزيل اخر رقم 10 كلاسيكي، يعتبر اقواهم فعلا كلاسيكي اللي هو ماليش دعوه بالدفاع، انا راجل بلاي ميكر كرييتيف. طيب دي بروينا رقم 10، طب عمل ايه مع جوارديولا؟ اتغير مركزه. ده كان بيلعب مع المجموعه، يعني بيدافع معاهم ويزيد يهاجم معاهم، مش لوحده بيغرط في الملعب. بالظبط. وهقول لك على حاجه، ان مركز رقم 10 ده في شقين، في ناس عرفت تغير مركزها زي دي بروينا ومودريتش، تمام، مودريتش غير مركزه وبيرلو وغيره، وفي ناس للاسف ما عرفتش تغير مركزها، فبدات ان الايه الاضاءه تخف من عليها، تخف من عليها واحده، خميس رودريجيز، اسكو، ناس كتير. صح صح. فده اللي بيحصل كمان دلوقتي في الكره المحليه مع محمد مجدي قفشه، الاضاءه تبدا تقل من عليه تقل من عليه الى ان يختفي، لاننا الكره مش هتديك كل حاجه. انا شايف حاجه الصراحه، ان قفشه لعيب صناعته الظروف، ده رقم واحد. تاني حاجه ان هو كلاعب على المستوى الجماعي مش قوي مع الفريق، ما بيمشيش مع الموجه. يعني امام عاشور الصراحه انا ما كنتش متخيل نجاحه. امام عاشور لعيب مجموعه، تحطه في اي مكان هيبدع، ده غير ان هو لعيب مبدع. لكن قفشه بينزل، بانت في الفتره الاخيره ان هو بينزل مش عايز يباص الكوره، عايز ياخد اللقطه زي ما بيقولوا. وكمان حاجه وعايز اخد رايك فيها، انا من وجهه نظري شايف ان قفشه ما طورش نفسه. انت رايك ان هو استنفذ كل فرصه؟ يعني انا ده انت اختصرتها في الجمله دي، ان قفشه خد بدل الفرصه 10 و20. مظبوط. ومش قادر، هي نفس الفكره. انا عارف ان انت بتلعب هنا تمام، بس ما عادش ان احنا هنلعب هنا، ما عدناش هنلعب فخلاص يا اما كده يا اما مش لاعب. هل انت هتعرف تواكب اللي بيحصل، ولا انت راجل ريجيد ومش هتعرف تتحرك؟ لا انا مش عارف اتحرك خلاص. انا عايز اقول لك على حاجه كمان مهمه، ان رقم 10 ده او الكلاسيكي هو عايز كام خطه نبني عليهم اللعب، يا اما 3-5-2، يا اما 4-4-2 دايموند، يا اما 4-2-3-1 او 4-5-1 واحد تحت. تمام. طب الاهلي مش بيلعب كده، ليفربول ولا تشكيل كده منهم، صح، ولا في تشكيل هيلعب كده، صح صح. طب انا هعمل لك ايه دلوقتي؟ انت تقدر ان انت تغير مكانك وتقدر تلعب وينج؟ مستواه وحش جدا. هتقدر تلعب وينج؟ لا سرعه ولا تغطيه دفاعيه ولا اي حاجه. طب هتقدر تلعب 6؟ لا مش هقدر. طب هتلعب 8؟ هحاول العب 8، هحاول، بس في 8 فرق السماء والارض ما بينه هو وامام عاشور وبن رمضان الصراحه. بيستلم الكوره مش عارف يروح بيها فين، بيستلم الكوره بتقطع منه. فانا عشان بس ما نطولش في الموضوع ده، ان محمد مجدي قفشه ومركز صانع اللعب في مصر عامه وفي العالم صح. انتهى، وبالتالي الاضواء هتبدا تقل من على محمد مجدي قفشه. ومش عايز اقول لك ان هو حتى لو راح نادي اقل شويه في الدوري المصري، لو ما عرفش يطور من نفسه مالوش فرصه، هيقعد دك. انا عايز اقول لك على حاجه، هي حاجه تضحك وحاجه تحزن. الماتش اللي شفناه بين مصر واوزبكستان، الماتش الودي، طبعا كلنا شفنا الماتش
وتفاجئنا بالمستوى وباللي بيحصل. فعايز اتناقش معاك في اللي انت شفته ومنتخب حسام حسن. هو انا هقول لك حاجه، مع احترامي للكابتن حسام حسن، يجب ان احنا نفصل ما بين تاريخ حسام حسن كلاعب وكابتن حسام حسن كمدرب. مع احترامي للكابتن حسام حسن كمدرب، ما كسبش بطولات، ده بدايته. مدرب محلي، هو احسن مدرب محلي يليق مع المنتخب. بالنسبه لظروف الصعود لكاس العالم، مع احترامي، احنا كنا بنلعب قبل كده مع مصر، موجود معاها الجزائر والمغرب في مجموعه، ومره تانية لا ده كان مصر والسنغال والجزائر والمغرب، مره تانية معانا مصر والكاميرون وكوت ديفوار. احنا دلوقتي لعبنا في مجموعه لو احنا اللي مختارينها لنفسنا مش هتبقى بالسهوله دي. تمام. لعبنا مع مجموعه قبل كده مع كوبر، صعدنا نفس النظام. صعود كاس العالم حاجه، واللي انا احط تارجت اللي انا يبقى ليا ملامح اخوف بيها الفرق بما يتلائم مع اسمه منتخب مصر، ده حاجه تانية. اللي انا شفته ان منتخب مصر مش هيروح بعيد في بطوله افريقيا، ومش هيروح بعيد في كاس العالم قدام اوزبكستان كمنتخب عنده افراد مع احترامي ليه مش معروفين. انت عندك صلاح ومرموش ولاعيبه دوليه كبير. ليه اوزبكستان بالمنظر ظهرت علينا؟ اوزبكستان بيدربها كانافارو مدرب واعد، هو محافظهم جمل وقاري منتخب مصر كويس ومحضر للماتش. احنا بقى ظهرنا بمستوى عامل ازاي ما يليقش من وجهه نظري باسم منتخب مصر، وما يليقش. انت المفروض منتخب مصر بيبقى داخل بطوله افريقيا مخوف الفرق منه من قبليها، ده كله مستني يلعب المنتخب، يعني كلهم طمعانين فينا. تمام. انا بقى عايز اسالك سؤال بقى ردا على سؤالك، ايه دلوقتي ملامح تشكيل كابتن حسام حسن في الفتره اللي جايه؟ الفترة اللي جاية ولا هنتكلم على الماتش؟ انا هكلمك على الماتش واللي شفته بس. نبدأ بالماتش ده مؤشر للمرحلة الجاية. لان هقول لك على حاجة، في تصفيات كاس العالم للاسف انت بتقابل فرق حتى لو انت وحش هي اضعف منك. ما هو ده هم مش قادرين يعملوا عليك هجمة، مش قادر يفرض اسلوب لعبه او اي حاجة، ما عندوش اساسيات التدرج بالكورة، فانت وحش بس هم وحش منك، فانت ربنا يسترها معاك. لكن لما جيت واجهت منتخب مش هقول لك ان هو كبير، منظم منتخب عارف ازاي بيدافع وازاي بيهاجم، صح، خلى شكلك قدام الناس وحش. انا ما عنديش مشكله ان انا اخسر في ماتش ودي واخسر في 2 واخسر في 3، بس انا يبقى عندي حاجه اطبقها، لكن شكلي وحش بالمنظر ده وما عنديش حاجه اطبقها. حسام حسن كان اللي انا شفته، وانا اكلمك شويه كوره يعني، حسام حسن كان بيلعب ب3 ورا، كان بيلعب ب3-5-2. اوكي، الثلاثه اللي ورا فيهم 2 باكات يا محمد هاني، محمد حمدي، مجازفه رهيبه. يعني ايه بيلعب برامي ربيعه لوحده؟ ورامي ربيعه اصلا هو مشطب كوره يعني مثلا هو مشطب كوره، فانت ما عندكش حد ورا. يعني ايه اصلا لو جيت قعدت في اي محاضره وقلت انا هلعب ب3 ورا يبقى فيهم 2 باكات، لو في مدرب معاه لايسن كلاس سي هيقول لك انت بتقول ايه؟ يعني ايه 2 باكات في ال3 اللي ورا؟ ما ينفعش. هو ممكن انا شفتها قبل كده جوارديولا كان بيعملها بدانيال الفيز وابيدال، ممكن ان هو شافهم دانيال الفيز وابيدال يعني انت لو جاي من بره هتشوفهم. فطبعا ادي اول حاجه حسام حسن اخطا فيها تماما، ومش عارف ازاي ما عرفش يستدركها في قلب الماتش. انت بتلعب ماتش ودي فعندك تبديلات، واخد حسام عبد المجيد ومعاده احتياطي، طب نزله، طب خليه يلعب. انت عندك تبديلات مفتوحه، انت لو انت عندك فكره بتطبقها. ايه الفكره اللي بتطبقها حسام حسن في ماتش اوزبكستان؟ ولا الهوا. هقول لك بقى، حسام حسن غير ال3 اللي ورا، ال5 اللي في نص الملعب كان بيلعب باسامه فيصل وينج باك. امتى اسامه فيصل انت واخده يلعب مهاجم صرف؟ انت لعبت بيه في كل الماتشات مهاجم وكنت بقعد مصطفى محمد وقدمت ان هو مهاجم مصر الاول، وقعدت مصطفى محمد على حساب اسامه فيصل. صح. طب انت جيت هلعب ب5، هلعب باسامه فيصل وينج على اي اساس؟ مين اللي قال لك الخطه ديت وكنت عايز ايه من الخطه دي؟ تمام، ادي نقطه. النقطه الثانيه، لما جه حسام حسن عايز يفوق شويه، عمل خطه والله عجيبه جدا. لعب ب2 الناحيه دي كان اسامه فيصل وتحتيه تريزيجيه، والناحيه دي كان زيزو وتحتيه محمد هاني او تحتيه ومروان عثمان. انت عامل خطه 2 هنا و2 هنا و3 ورا ومصطفى محمد قدام، ونص الملعب ده يعني احنا ممكن نأجره ونلعب فيه ساعه حجز كوره. صح. يعني ايه نص الملعب فاضي؟ يعني ايه الخطه دي؟ ايه خطه الدايره اللي انت عاملها دي؟ مفيش حد في الدنيا بيعمل كده. حسام حسن اخطأ واثبت للناس، مش هقول لك ان هو مدرب وحش لا، ان مفيش فكره. انا بلعب بجرينتا والعزيمه واحنا هنعمل واحنا اوكي، ده مطلوب، بس اديني خطه، ده ماتش ودي. شوف انت عايز تلعب ازاي؟ هتلعب 3-5-2، العبها بمرض الله. حط لي 3 ورا باكات، حط 3 ورا باكات، حط محمد هاني، حط الناحيه دي محمد حمدي، دول الوينج باك اللي هيزيدوا معاك، و3 مساكين وراه و3 وراهم، وحط 3 في نص الملعب. ناس بتلعب كوره،
صح. انما مش تجيب المهاجم تحطه وينج والباك تحطه سنتر باك، وفي فرق كبير جدا ما بين الباك والسنتر باك في خطه 3 5 هم 2 اصلا دي. مش فالحين يلعبوا باكات لما يلعبوا مساكين. يعني هو صحيح لما بيلعب باك وراه 2 مساكين وراه 2 سنتر باك، الناس بتعدي والناس صح بتعدي. صح. فده اللي انت شفته. حاجه تانية غريبه كنت بشوفها في حسام حسن في ماتش اوزبكستان، بيلعب مان تو مان. احنا من امتى في مصر بنلعب مان تو مان؟ احنا يا اما بنلعب ضغط ميدل بلوك تمام، يا اما بنرجع ورا. امتى العب مان تو مان؟ انا عمري ما شفتها في منتخب هي مصر، عايزه ناس بمواصفات معينه، مش احنا خالص يعني. عمري ما شفتها في ما هو منتخب منتخب مصر. مصر ما كانش بيلعب كده خالص. ان المهاجم بتاعك يضغط على المدافع بتاعهم والمهاجم الثاني بيخش يقطع على الجون. انا عمري ما شفت ده. طب ده ادى لايه بقى يا محمد؟ ان انت لو فاكر الجون الثاني رامي ربيعه كان عند خط النص، ضربوا الدفاع بكل سهوله. الكوره الثانيه. طب محمد هاني بقى هيلحق؟ مستحيل. ليه؟ لان الراجل ده باك، ده محمد هاني فوشه عمره ما يبقى وشه للجون، هو وشه لبره طول عمره متعود على كده. ومع احترامي لو وشه حتى ده محمد هاني. ده محمد هاني. وعمل كرة غريبه جدا ان هو كان وشه للواد اللي جاي تمام، اللي بسط له الكوره فاتبسط من وراه فحب يلف فوقع على وشه. هو كل تغطيه الصراحه مع الوينج او المهاجم محمد هاني بيبعد عنه وبيسيبه يروح انفراد. صحيح. يعني انت صلاح، انت فاكره في الماتش؟ فاكر صلاح في الماتش؟ لا خالص. ولا كان ليه دور في الماتش. وده محمد صلاح اللي كان كوبر بيلعب عليه. وبيتظلم محمد صلاح بسبب كده. هو يقول لك صلاح شوف ما عملناش حاجه، وصلاح ليفربول وبيجيبوها فيه الصراحه. والله انا سالت سؤال قبل الماتش لما شفت القايمه، هو استدعى صلاح ليه؟ انت عايز تعمل افكار وخطط، كان يسيبه يرتاح الصراحه. انت استدعيت صلاح ليه؟ دي مشكله. وصح، وعايز تعمل افكار جديده سيبه حتى. سيبه. انت عارف صلاح وعارف امكانياته وعارف هيعمل لك ايه. طب طبق افكار جديده، حط لي فكره 2 3 العب عليها. طلع لعيب تاني حتى بريزو في ماتش زي ده. بص يا محمد، الكوره اللي احنا عرفناها وتعلمناها، الكوره حاجتين، حاجه اسمها استراتيجي او الشيب، وحاجه اسمها التاكتكس. تمام. الاستراتيجي او الشيب ده اللي هو انا كمدير فني انا هلعب 3 5 2 تمام، انا هلعب 4 4 2، انا هلعب شكل الفريق في الملعب حلو كده. اللي بعد كده ايه؟ التاكتكس دي ازاي؟ انا عندي لعيب هيدر، يبقى احنا هناخد الكوره وهنزيد من هنا وهنزيد من هنا وهنرفع اوفرات على الهيدر، ده تاكتكس. عندي تاكتيك تاني ان انا هجمع اللعب في الناحيه وبعدين اروح لعيب عندي بصير يرمي الكره لصلاح ياخدها ويجري، لان بعتمد على الوينج السريع. صحيح. عندي لعيب شويط من نص الملعب، وده المجر كانت بتعملها مع سوبوزلاي، انا هوسع له وادي له كوره عشان يشوط. صح. طيب انت في منتخب مصر واللي انا شفته لحد الان ان احنا واقفين عند الاستراتيجي، انا هلعب 3 5 2. طب وبعدين يا كابتن؟ لا، نزلوا بس ترصوا في الملعب وخلاص، ربنا يحلها بقى. ايوه هلعب 3 5 2 وبعدين هعمل ايه؟ طب انا هستفيد بصلاح ازاي؟ طب انا هستفيد بزيزو ازاي؟ طب مصطفى محمد ده هلعب عليه ايه؟ ولا اي حاجه. احنا وقفنا عند الاستراتيجي، عند الشيب، وربنا يسهل. وده مش هينفع. انت لو لعبت فرقه، الفرقه اللي انت بتلعبها اوزبكستان ديت مش فرقه عظيمه، هي صعد كاس عالم لكن مش فرقه كبيره ولا حاجه. انت هتعمل ايه؟ مش هقول لك قدام فرنسا ولا قدام انجلترا لو لعبتهم. تمام. وده هيحصل. تمام. انت هتلاعب فرقه كبيره في افريقيا. السؤال، ما انا كنت هسالك السؤال ده، السؤال اللي بيطرح دلوقتي الجمهور حاسس بقلق، بيقول لك دلوقتي احنا هنعمل ايه في بطوله افريقيا؟ منتخب مصر البطوله بتبدا، منتخب مصر ضعيف قوي ايا كان وضعه، بتحطه من المرشحين للفوز بالبطوله. صحيح. ده زي ريال مدريد في بطوله اوروبا، زي البرازيل في كاس العالم، ده حامل الرقم القياسي. الناس متخوفه ان ما يبقاش بس خروج مشرف، ده يبقى خروج يعني مش ما كسبش البطوله، او خروج مشرف يبقى حاجه وحشه، خروج مهين للاسف. بص يا محمد، انا اللي شفته مع حسام حسن مش هقول لك عايزين نبقى قاسيين عليه، لكن انت التصفيات فرق على القد وبتعدي منها. ماتش اوزبكستان هنقول ان هو ماتش ودي، خد بالك انا بحاول ابقى متفائل، مش دفاعنا عن حسام حسن، بكون متفائل. يا عم ماتش ودي والراجل كان في دماغه حاجه اللي احنا مش عارفينها. تمام. على اساس احنا كلنا مش فاهمين ايه اللي حصل ومش شايفين. يا عم كان في دماغه حاجه وما عرفش يعملها. طب انت هتلعب ماتش ودي تاني، انت هتلعب قدام كاب فيردي تقريبا. في البطوله الوديه، في بطوله وديه. طب وريني قدام كاب فيردي هتعمل ايه، اديني بس اماره عشان اطلع انا اعرف ادافع عنك واقول لا ده حسام حسن شايل لنا او مخبلنا مفاجآت في افريقيا او في كاس عالم. لان انا مش جايبك يا كابتن حسام عشان اصعد كاس عالم. والمشكله ان احنا قربنا من بطوله افريقيا وخلاص الموضوع قرب، ووقت التجارب ده المفروض يكون انتهى. هنديله فرصه، انا بقول لك لحد اخر لحظه هكون متفائل. هنديله فرصه، هنشوف هيعمل ايه في كاب فيردي. اخر سؤال، لو حسام حسن منتخب مصر معاه خرج بشكل مش كويس في بطوله افريقيا مع استمرار، لا طبعا. قبل ما تكمل سؤالك، لا طبعا. اصل انا مش بتكلم على نادي انا هاخد ودي معاه وهنروح وهنيجي وهنكمل، انت بتتكلم على منتخب. يعني انت قدامك كل الاختيارات المتاحه. تفضل مدرب محلي ولا مدرب اجنبي؟ والله انا دايما في منتخب مصر انا افضل مدرب محلي، بس مين
مين اللي يقدر يشيل ما هو الشيله؟ المشكله ان مفيش حد على الساحه دلوقتي. ما حدش يقدر هل يشيل عندك الشيله. ثقه مثلا في اسم زي علي ماهر ان يقود منتخب مصر لا او كابتن طبعاً. عماد النحاس؟ للاسف ولا عماد النحاس مع احترامي الكامل ليهم، لكن انا بقول لك هو ما قدرش يستمر في النادي الاهلي، فهل هيدير المنتخب؟ زائد ان انت عندك مشكله كبيره جدا، ودي مشكله الانديه او المنتخبات اللي بيبقى عندها لعيب كلاس ايه، انت محتاج مدرب يعرف يسيطر عليه. قصدي كلامك ان حسام حسن تصادمي؟ مش كده، انت عندك كلاس ايه محمد صلاح، النجم عالمي صح أسطورة، كده؟ أسطورة. لو جبت مدرب مع احترامي لكل الناس اللي موجوده مش عارف يسيطر على صلاح، الفرقه هتنحل، الفرقه هتبوظ. طب انت حسام حسن، انا كنت دايما بقول حسام حسن اولويه من زمان، لان الراجل ده الوحيد اللي يقدر يسيطر على صلاح. طب كنت برضه عايز اقول لك حاجه، هل مثلا صلاح مش مادد ايده لحسام حسن عشان يتعاونوا مع بعض؟ كان في الاول ما كانش مادد ايده، كان في خلاف ما بينهم، دي كانت تهمني جدا، وانت عارف ده كويس ان تمام، كان في تمام. بينهم خلافات، لكن صلاح الولد نفسه عارف قيمه حسام حسن وعارف هو بيتكلم مع مين. وهو طفل كان بيشوف كابتن حسام وهو بيلعب مش وبيجيب عايز اقول لك انه كان معلق صوره في الاوضه ما هو عنده، كلنا كنا كده. لكن المدرب الاجنبي ايا كان اسمه هو مين، طبعا ما عدا الناس اللي هي التوب يعني، لكن مدربات احنا بيجي لنا سيفيهات انت مش عارف الراجل كان بيدرب فين وكان بيلعب فين، صحيح؟ صح، ده لكن مظبوط. لو جبت مدرب اجنبي ما قدرش يسيطر على نجم الفرقه، تاكد ان المنتخب ده هيفشل. انا عايز مدرب عنده افكار ويقدر يسيطر. طب حسام حسن واخد النص، بيقدر يسيطر بس لسه ما شفناش افكار، فانا هدي لنفسي فرصه وهدي له هو كمان فرصه انه يحاول يطبق افكار. يبقى كده احنا وصلنا ان انسب حل مقياس الاختبار بتاعه بطوله افريقيا، بالظبط، اخره بطوله افريقيا، لو ظهر بشكل وحش فيه ما ينفعش يكمل. بالظبط. انا بقول لك انا بحاول ابقى متفائل يا محمد لاخر لحظه، انا كنت بلاعب فرقه ضعيفه فانا مش لازم اتك على نفسي، كلام مظبوط. بنكسب 1-0 بنكسب ماشي، وصلت كاس العالم شكرا، رغم ان ده مش الهدف، انت اصلا كاس العالم زاد وانت كده كنت هتكسب صح، او هتوصل، ده حقيقي. فانت بتلاعب فرقه ضعيفه ما عندهاش اساسيات كوره، صح. فانت وصلت كاس ما عالم ينفعش. ومش هقدر اقيمك برضو، صح. انا عايز اقيمك في احتكاكات اقوى. انا كنت عايز اقول لك ما ينفعش ان منتخب مصر يبقى اخر بطوله كسبها بقاله 15 سنه بطوله افريقيا، 15 سنه ما كسبناش بطوله افريقيا، احنا ملوك القاره دي. صحيح. وان منتخب مصر ان ما كسبش ماتش في كاس العالم، ده ما يليقش باسم منتخب مصر خالص. صحيح. فاحنا نتمنى ان احنا نشوف حسام حسن حتى في التجربه الوديه اللي جايه دي، اديني اماره، اديني ان انا بحط افكار، يا وجهه نظر منطقيه الصراحه. يعني انا مش هقدر اقسى عليه دلوقتي، لكن اللي شفناه في ماتش اوزبكستان هو معناه ان حسام حسن ما عندوش فكره، ما عندوش فكره، صح. وانا مش هقدر اقول ده على طول، لا حسام حسن راجل كان بيدرب وعنده خبرات وراجل واخد كورسات وراجل معاه لايسنس، ده كله يشفع، بس اديني بقى خطه، اديني فكره، صح. انا هعمل ايه مع الناس دي وانت ما عندكش اي شيء يمنعك، ده كلام انت مدير فني لمنتخب مصر، والصراحه واخد خد اي حد زي ما بيقولوا لكل حاجه، خد اي حد، ده من حقك، من جوه مصر ومن بره مصر، هات اللي من جوه وهات اللي من بره، بس اعمل لي خطه، اعمل لي فكره، جربها في ماتشات وديه يا عم، العب بيها في افريقيا، جرب الناس اللي معاك ديت دلوقتي وقول لي انا هعمل ايه. وجهه نظر منطقيه بس فانا اتمنى ان شاء الله ان كابتن حسام يخلف، نتمنى له التوفيق، يخلف التوقعات ويخالف توقعات الناس اللي شايفه ان ما فيش حاجه، لان انا امل خيرا في حسام حسن، عنده افكار وعنده خطط وعنده لكن هو بيجرب، اوكي تمام، خليه يجرب، تمام ان شاء الله. تمام، وكده احنا وصلنا لنهايه الحلقه الثانيه من بودكاست كوره كاست. نتمنى ان شاء الله كده اكون انا وتامر كنا ضيوف خفاف عليكم، وان شاء الله يستنونا في قادم المواعيد كده في احسن بودكاست ان شاء الله. وانا بشكركم جدا، ونتمنى ان شاء الله ان البودكاست حضراتكم تشوفوه وتردوا علينا حتى في الكومنتات ايه اللي عجبكم، ايه ممكن نختلف او نتفق، ده شيء يرجع لكم طبعا. شكرا جزيلا لكم، شكرا يا محمد. حبيبي يا تامر.